الآن راح نجهز مقادير المنتي الأرمني. راح احتاج للحشوة لحم مفروم وبصل وفلفل أسود وملح وبهار عثماني. إذا ما عندكم بهار عثماني ممكن تستغنون عنه وتكتفون بالفلفل الأسود، ممكن إضافة شوية كمون. اللحم أحسن شيء لحم غنم. اللحم الأفضل إنه يكون لحم غنم على أساس إنه يكون دسم وفيه نسبة من الشحم عشان ما تنشف معاي الحشوة. بالنسبة للعجينة راح أحتاج طحين وزيت زيتون وملح وبيضتين وموية. بسوي العجينة أول شيء بخليها ترتاح، اللي بخلط المقادير هذه كلها مع بعض بخليها ترتاح على ما أجهز الحشوة. حطيت هنا جميع المكونات مع بعض ما عدا الموية، راح أخلطهم بعدين راح أضيف الموية. هنا العجينة صارت جاهزة، راح أجهز الآن الحشوة. طبعا المنتي فيه له صوصين، صوص طماطم وصوص زبادي. هنا للحشو، الحشو طبعا يكون ني. حطيت البصل والملح والفلفل الأسود والبهار العثماني واللحم وأدعك مرة مضبوط. هنا دعكت اللحم مرة مضبوط مع البهارات والبصل. اللي حاب يضيف له بقدونس ممكن يضيف له. هنا فردت العجينة بحيث انها تكون مرة ضعيفة. راح اقطعها الى مستطيلات او مربعات ضعيفة. مو معنى انها ضعيفة لا، يعني تقريبا نص اصبع الطول والعرض اصبعين تقريبا. قطعتها بهذا الشكل. الان راح احط الحشوة فيها. برويكم طريقتين للتشكيل. هنا حطيت فيهم اللحم. الان طبعا ترى هذه مرة صغيرة، يعني تشوفون اصبعي مرة صغيرة. شكلتها بهذا الشكل مثل القارب. ممكن نشكلها بحيث اني اقفلها كلها زي الششبرك تقريبا، لا او زي النجمة بمعنى اخر. هنا بدأت اشكلهم وصفيتهم. ترى حجمهم مرة صغير، يعني اوريكم حجم هذه كيف. شوفوا حجمها مرة صغير. هنا اللهم بارك هذا خلصناهم. طبعا انا ما راح اسوي كل الكمية، بسوي تقريبا نص الكمية وثلاث ارباعها والباقي راح افرزنه. هنا راح ابدا اجهز الصوص حق المنتي عفوا. حطيت طبعا زبادي ونعناع ناشف وملح بس. هنا صار المزيج جاهز، راح اخليه على جنب اساسا ما ابغاه يكون بارد جدا. هنا الان بجهز صوص الطماطم الخاص بالمنتي. حطيت هنا طماطم هذه المعلبة، حطيتها بالخلاط، حطيت زيت زيتون وحطيت معجون طماطم. هنا حطيت بهاراتي اللي هي البابريكا حارة اذا تحبونها، حطيت البهار العثماني وحطيت الفلفل الاسود. بخليها تتسبك مرة مضبوط، بعدين راح اضيف عليها شوية موية. نرجع للمنتي. راح ابخر بخاخ الزبدة او بخاخ زيت الزيتون، انا عندي بخاخ زيت الزيتون، بدخله الفرن. هنا بخيته ببخاخ زيت الزيتون. هذا بخاخ زيت الزيتون اللي انا استخدمته، اخذته من سوبر ماركت الاسرة. هنا راح اسخن زيت زيتون وراح اضيف له شوية سماق وشوية بابريكا، واللي عنده زعتر يضيف له شوية زعتر. اخليه لحد ما تطلع منه ريحة حلوة، وبعدين خلاص راح اصبه فوق الوجه. يكون كل شي جاهز الحين، بس نجهز المنتي. هنا حطيت الصوص، راح ابدأ اصف حبات المنتي عليه. الآن صفيتهم، راح أحط فوقهم اللبن ثم التقلية اللي أنا سويتها وأزينه بالصنوبر ويكون جاهز للتقديم. أطباق المنتي صارت جاهزة، الآن راح أصورها لكم. أطباق المنتي صارت جاهزة، الآن راح أصورها لكم.